احنا كده على الطريق الزراعي مصر اسكندريه الزراعي، بالتحديد ما بين طنطا وكفر الزيات في نص الطريق ما بينهم كده. وده مكان اسمه ماستر، مكان جميل جدا. مكان يريح الاعصاب. لو حابب تقعد تشرب قهوتك او تشرب اي مشروب طبعا، او تخرج خروجه، ممكن تقضي الخروجه بتاعتك هنا. حاجه جميله جدا ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. الصاله بتاعته مفتوحه، اللي هي الاوبن اير، وفي اماكن طبعا مقفوله ممكن نقعد فيها لو عائلات او حاجه زي كده. وده البار بتاعه، بار على مستوى عالي جدا. بيقدم المشروبات اللي هي الباردة والسخنة، وممكن برضو سندوتشات سناكس كده. وفي طبعا في المكان ميني ماركت للبسكويت والشوكولاتات والحاجات اللي هي ممكن تكون خفيفة في الأكل. السوفت درينكس اللي هي المشروبات الغازية والعصائر اللي هي الجاهزة. وطبعا في المكان ده برضو في مشروبات سخنة ومشروبات باردة برضو للتيك اواي، لو حد عايز ياخد حاجة تيك اواي طبعا، ولو هو ماشي على الطريق. طبعا احنا دخلنا المكان وحبينا نستطلع كده الدنيا، وشوفنا المكان عامل ازاي من جوه، والاماكن كلها ولفينا فيه. طبعا مكان جميل جدا، حاجه تعجبكم وحاجه تريح الاعصاب، والله صدقوني. لو حابب تخرج وحابب تهدي اعصابك، او انت معدي على الطريق، حاول على المكان ده هيعجبك جدا. والناس هناك ناس كويسه جدا، وناس بشوشه، وناس محترفه في شغلها. زي ما انتم شايفين كده القهوة التركي، حبينا نصور برضو القهوة التركي كده. وطبعا هو بيقدم الاسبريسو وجميع المشتقات بتاعة القهوة والمشروبات السخنة والباردة. هتاخد خدمة متميزة لو حابب ان انت تقعد ويستضيفوك في المكان ككافيه او مطعم. هو بيقدم طبعا زي ما قلنا سندوتشات سناكس كده خفيفة. ولو حابب ان انت مثلا تاخد حاجتك تيك اواي، اوكي برضو. وطبعا ده في مكان كده هنوريه لكم برضو، مكان مقفول لسه عاملينه جديد. المكان ده طبعا مكيف، مغلق. لو حابب ان انت تقعد قعدة عائلية، حابب تعمل عيد ميلاد، حفلة صغيرة، الحاجات اللي هي طبعا المطلوبة مع الناس كلها دي. مكان على مستوى عالي جدا، 5 نجوم، هيعجبكم قوي. وممكن نسمع من احمد كده كلمتين عن المكان ان شاء الله ينول اعجابكم. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا. الاول طب عرف نفسك كده طيب للناس الاول. احمد عاشور، شغال هنا في مصر شغال ايه؟ في باريستا. باريستا في البار اللي هو ده اللي احنا شفناه. هو احمد اللي عمل القهوه اللي احنا ايه شفناها. طب ممكن تكلمنا عن المكان كده، مكانه فين؟ المكان على طريق مصر اسكندريه الزراعي. لو انت جاي من طنطا بعد كفر المنشي على طول، بعد تمام. مدخل بسيون على طول ب 200 متر. تمام، اللي هو مصر اسكندريه الزراعي ما بين طنطا وكفر الزيات. بالظبط تمام. كده. طيب المكان هنا عباره عن ايه؟ الارياد اللي في المكان او الاماكن يعني في مكان اوبن اير اهو انا شايفه. تمام. وفيه البار اهو تحت، شكلها جميله وعجبني. المكان ده عباره عن ايه؟ والمكان اللي بره اللي هو اللي بره ده ميني ماركت، في جميع الشوكولاتات المستورده، في جميع الشيبسيات المستورده زي الليز وزي حاجات تانية كتير. في طبعا المشروبات البارده، زي ستاربكس وزي البيبسي المستورد وزي حاجات جاهزه، مشروبات جاهزه، السوفت درينك كلها، السوفت درينك الجاهز كله. في حاجات مستورده وفي حاجات مصري، زائد ان هو في مشاريب سخنه. في مشاريب سخنه اللي هي التيك اواي. يعني هو المكان اللي نفهم من كده ان المكان اللي بره للتيك اواي، وهنا لو حضرتك عايز تقعد وسط الخضره يعني في الهدوء. تمام. تاخد المشروب بتاعك، الدرينك بتاعك. طب والمكان اللي احنا فيه ده لسه معمول جديد طبعا؟ ده معمول جديد لسه. تمام. ده للعائلات. مكان مكيف، تكييف مركزي زي ما انت شايف. واضح. تمام. مكان مريح لجميع الاعمار. تمام. وبنستقبل فيه من ان شاء الله بنستقبل هنا الجست من 12 الظهر اللاست لحد 2 بالليل. والمكان التيك اواي اللي بره بيبقى شغال 24 ساعه؟ لا، الميني ماركت شغال 24 ساعه. الميني ماركت شغال 24 ساعه، وهنا من 12 الظهر لحد 2 بالليل. تمام. كلام جميل قوي جدا، واحنا متشكرين ليك قوي يا استاذ احمد. وان شاء الله بقى ايه الناس بقى اللي بتشوفنا تستنانا كده، هنعمل بقى شغل تاني خالص. والدنيا هنا ما شاء الله حاجه جميله جدا وهاديه. اللي حابب يقعد كده يشرب حاجه في هدوء ان شاء الله ينبسط. واشوفكم على خير ان شاء الله. واستنى من حضراتكم كده تدعمونا كده باشتراك وتعملوا لايك للفيديو، ان شاء الله يعجبكم وننول اعجاب حضراتكم ان شاء الله. السلام عليكم.